السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة آخر الأخبار. إن كنت من المشاهدين الجدد لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. شكرا. خبر عاجل: إيقاف خط إنتاج نيسلي بيور لايف في الجزائر. كشف رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك وإرشاده مصطفى زبيدي إيقاف شركة نيسلي بيور لايف للمياه المعدنية خط إنتاجها في الجزائر إلى أجل غير مسمى، وذلك عقب تلقي شكاوي من مستهلكين بخصوص وجود رائحة غير طبيعية في بعض قارورات المياه. وأوضح زبدي في بيان نشره على حسابه بموقع فيسبوك أن عددا من المستهلكين تقدموا بشكاوي إلى مؤسسة نيستلي تتعلق بمنتج مياه نيستل بيور لايف سعة 1.5 لتر، مشيرين إلى ملاحظاتهم رائحة غير معتادة في بعض القارورات من المنتج النهائي. وبحسب المصدر ذاته، قامت الشركة بإجراء تحقيق أولي داخلي عقب تلقي الشكاوي، خلص إلى أن الدفعات المحتمل تأثرها هي المنتجات المصنعة خلال الفترة الممتدة من 28 نوفمبر 2025 إلى 26 ديسمبر 2026، والتي تحمل أرقام الحصص من 332 إلى 306. وقد أكد الاختبار الحسي الذي أجري وجود رائحة مشبوهة في بعض قارورات المياه من فئة 1.5 لتر. وعلى إثر هذه النتائج، اتخذت شركة نيستل بيور لايف جملة من الإجراءات التحفظية والوقائية، شملت إيقاف خطوط الإنتاج المعنية، إطلاق تحقيق معمق يشمل كامل سلسلة الإنتاج وجميع مراحل العملية، إيقاف مبيعات المنتج، توجيه الموزعين إلى حجز وتجميد المنتج داخل مخازنهم، إخطار السلطات المختصة وإعلام الزبائن. وفي هذا السياق، ثمن رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك ما وصفه بشفافية المؤسسة وتعاونها في التعامل مع القضية، مؤكدا أن الحصص المعنية تم تجميدها وهي قيد السحب من السوق. كما طمأن زبدي المواطنين بأن كل من يقتني عن طريق الخطأ إحدى القارورات التابعة للحصص المعنية يمكنه إرجاعها إلى محل الشراء على أن يتم تعويضه وفق الإجراءات المعمول بها. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز إجراءات السلامة وحماية المستهلك، في انتظار ما ستفسر عنه نتائج التحقيق المعمق الذي أطلقته الشركة لتحديد أسباب الخلل وضمان عدم تكراره.